عايزك تركز معايا شويه في فيلم الكباريه. رغم وقاحه الفيلم ده والمشاهد الخارجه الكتير اللي موجوده فيه، الا ان في حقائق ورسائل كتير احنا ما نعرفش هي مقصوده ولا لا. مجتمع الكباريه كان مدجج بشخصيات مختلفه من طبقات مختلفه، كلهم ممكن يكونوا الناس الطيبه اللي بنشوفهم كل يوم، الا ان داخلهم كان عكس كده. عندك مثلا فؤاد حامد صاحب الكباريه، راجل فاسد وكل كبيره وصغيره في الكباريه كان هو اللي بيتحكم فيها. خلاف كده كان دايما بيحاول يبين انه بتاع ربنا، ولا بيشرب سيجاره ولا كاس، وبيحج كل سنه. يا حاج والليله اللي انت عاملها تحت دي ايه نظامها؟ شخصيه تانية زي شخصيه فرعون اللي كان بطل من ابطال الحرب ولجأ للكباريه بعد ما صوته راح في الحرب، او شعلان الشاب المتطرف اللي كان داخل ينهي حياه الناس دي كلها، وفي اقل من ساعه كان قاعد على البار بيسكر وبيعمل كل حاجه تغضب ربنا. او شخصيه احمد بدير اللي مش فاكر اسمها بصراحه، كان مضطر انه يشتغل في حاجه عارف انها حرام، لكن كان بيعمل كده عشان مصاريف بنته في المدرسه. وغيرها من الشخصيات الكتير اللي لها حكايتها ووضعها الخاص، اللي في الاخر وصل بيهم الحال للمتعه المعصيه. ايا كانت الغايه وايا كانت الظروف جه الموت. حياتنا بقى مشابهه للفيلم ده شويه، مع اختلاف المكان ونوع المعصيه. ملهيين في الدنيا ومفكرين ان الاجل لسه قدامه شويه لحد ما نتوب، وعلى عكس توقعنا بيجي الاجل بدون سابق انذار ومن غير ما نحس. وده بنشوفه في موت الشباب قبل المسنين. وبس كده، فولو لو عايز تشوفني تاني.